وسهلا بيكم يا حلوين. فكرة فيديو النهاردة مميزة جدا ومبهرة، وهي ان احنا هنعمل ميك اوفر لأرخص عروسة في العالم. طبعا معايا الفيديو للآخر وشوفوا ازاي هنعمل التحويل الرهيب الكيوت ده. اشتريت عروسة من محل ألعاب. طبعا كلنا عارفين العروسة دي، يعني حرفيا كلنا جبناها أطفال صغيرين، وسعرها رخيص جدا. ولما قلنا سعرها رخيص يبقى هي فعلا سعرها رخيص فوق ما انتم متخيلين. يعني تقريبا هي ب15 جنيه، انا جايباها 100 فلس. شلت من عليها الكيس. تقريبا احلى حاجه فيها شعرها. طبعا هي بتشتهر بخامه جسمها، فبدات كده ان انا اقلعها الفستان والشوز، لان احنا مش هنحتاجهم في الفكره خالص. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هستخدم هنا كده قطعة من الفوم الأبيض. كنت ملبسة القطعة للعروسة. وعملت هنا كده القلم الرصاص تحت الدراع علامتين زي ما انتوا شايفين، وهبدأ كده ان انا اقصهم بالمقص، وده هيخلي شكل البلوزة مظبوط جدا معايا. همدد قطعة الفوم دي لأن هي كانت سميكة شوية، يمكن مش باين في التصوير بس هي سميكة شوية، فده هيخلي في صعوبة في ان انا الزقها على العروسة. وبدأت كده ان انا الزقها بالشمع زي ما انتوا شايفين، وهعمل هنا كده تنايات من تحت في البلوزة عشان يظبط شكلها. هستخدم هنا كده قطعة من الفوم الوردي، وهبدأ كده ان انا مديتها بنفس الطريقة اللي انا عملتها في الفوم الأبيض، والبسها للعروسة بالشمع برضو. عملت برضو تنايات زي ما عملت في البلوزة بالشكل ده كده اهو، شكله كيوت قوي. عملت بقى هنا كده شوية حاجات زينت بيها الدريس كله. عملت هنا كده حزام بخرز اللولي، وشوية تفاصيل في البلوزة وفي الجيبة كمان من تحت بالشريط الدانتيل. كملت التفاصيل كمان بالشريط لونه فضي لامع. زينته هنا كده برضو من البلوزة من فوق، قصيت الزيادات هنا زي ما انتوا شايفين كده. هستخدم هنا قطعة من الورق الفضي اللامع ده، قصتها تكون أكبر من الرجل من 1 سنتي تقريبا من جميع الجهات، وهبدأ كده ان انا اثبتها على رجل العروسة. هو طبعا لاصق فانا مش هستخدم حاجة معاه. وعملت الشوز صور. هستعمل هنا كمان قطع كده باللون الفضي من نفس لون الشوز، وهبدأ ان انا الفها كده بحيث ان انا اعملها رول صغير جدا عشان نعمل بيه الكعب. ثبتها هنا كده بالشمع، وطلع بجد شكله كيوت قوي، متخيلش يطلع كده الصراحة. وعشان اعمل اكسسوارات ما خدش مني وقت خالص. قصيت برضو شرايط من الورق الفضي صغيرة جدا ورفيعة عشان اعمل بيها اكسسوارات. وزينت الشوز. وهستخدم هنا كمان قطعة من الفوم الوردي، وبدأت كده ان انا اقفلها بالشمع من كل الجهات. عملت لها ايد وزينتها. الحقيقة يا جماعة انا كنت هقص الشعر كله وهغيره، بس اكتشفت ان شعرها كويس لحد ما، يعني ما يستحقش ان احنا نقصه. كنت فاكرة ان شعرها الصراحة يعني ضعيف جدا، بس طلع كويس. هعمل تغيير بس في التسريع بحيث ان انا ادي نيويورك الشعر، وانا عملت ضفيرة. طبعا ما كنتش عارفه اظبط شكل الضفيره قدام الكاميرا، لان كتله راس العروسه كانت قليله جدا، فعشان كده كل شويه كانت عماله تتسحب مني وانا قاعده اعمل ضفيره زي ما انتم شايفين. فعشان كده حطيت الراس على جسم العروسه، وبدات ان انا اعمل الضفيره وقفلتها من تحت هنا كده بشريط. تعالوا بقى هنا كده اتفرجوا معايا على الشكل النهائي. حرفيا بجد شكلها تحفه، محدش هيتخيل ان هي معموله من عروسه رخيصه. زي ما انتوا شايفين شكلها بجد مبهر جدا وكيوت. انا شخصيا انبهرت بيها. من شويه فوم وشويه لمسان من قلبي عملت التحفه الفنيه اللي انتوا شايفينها دي. تحويلها بسيط جدا بس رهيب بجد وخطير. الفكرة دي بجد هتبهر جدا الأطفال الصغيرين وهتعجبهم. لو انتوا عايزين تعملوا هدية بسيطة، فدي بجد أبسط هدية وأحلى هدية في نفس الوقت. دي كانت الفكرة زي ما انتوا شايفين. حبيت ان انا اعمل الفكرة دي معاكم في فيديو النهاردة، لان هي الصراحة عجبتني جدا جدا. دي كل التفاصيل بجد. النيولوك في الاخر شكله تحفة بكل تفاصيله، من اول درس لحد الشوز زي ما انتوا شايفين اهو كده. تقدري كمان تستخدميها كديكور للمكتب وهتدي لمسة ناعمة وكيوت جدا. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد المرة الجاية. مع السلامة.